ليه الطالب المصري بيكره المدرسة؟ ضياع للوقت. بتضيع وقتك بوقوفك في طابور المدرسة وانت بتعمل تمارين ملهاش أي علاقة بالرياضة، والمدرس اللي بيخليك تعمل التمارين دي أصلا طالع له كرش. وبتضيع وقتك بإنك تسمع كلام يومي متعاد من مدير المدرسة ومحفوظ من الطلاب. تلكيك. جرب تتأخر دقيقة عن ميعاد الحصة وهتلاقي مدرس الفصل بيهزقك ويقولك محدش يخش بعدي، مع إنه بيقعد يستنى الطلاب في الدروس وما بيفتحش بقه بنص كلمة مع اللي بيتأخر. طب جرب تشرح للمدرس انك اتأخرت بسبب ان والدك اتأخر واستمتع برضه وهو بيقولك ماليش دعوة. احباط. جرب تقعد في الديسك الاخير عشان الديسكات الاولى اتملت بسرعة او راحت للقصيرين، واستمتع بالمدرس وهو بيقول ان اللي قاعدين ورا نايمين. احراج. جرب تنسى قلمك مرة واستمتع بالمدرس وهو بيهزقك وبيحسسك انك شحات، وبعدها ب10 دقايق المدرس نفسه بيجي الفصل يستلف قلم احمر عشان يصحح بيه. ظلم. اعرف اكتر عن المدرس اللي فاكر انه بيراعي ربنا عشان بيعامل الطلاب اللي ما بياخدوش معاه دروس بحق ربنا وبيدي كل واحد حقه، مع انه في نفس الوقت بيفضل اللي بياخدوا معاه دروس عنهم، مع انهم ممكن يكونوا اقل من التانيين في الاخلاق وفي المستوى التعليمي. فقدان ثقة. لما تشوف المدرس في راسه زبيبة صلاة وبيسيب الدرس ويقوم يصلي وتلاقيه بيفضلك عن زمايلك عشان بتاخد درس معاه. تدمير لقدرات العقل. جرب تقرا منهجك وتشوف كمية الحفظ اللي فيه مع انك داخل علمي عشان ما بتعرفش تحفظ. اهدار لكرامتك. جرب تغلط وشوف المدرس وهو بيهزقك قدام كل زمايلك وزمايلك بيضحكوا عليك. توتر اعصاب. جرب تبقى مذاكر المنهج كله ورايح الامتحان وتلاقي اللي حاطط الامتحان متعمد يجيب اسئله ما تتحلش ومستمتع بكده، ومجهود السنه كله راح بسبب سؤال عقيم من مدرس عقيم. انهاء متعة حياتك. جرب تصحى الساعة 6 الصبح عشان المدرسة وتروح الساعة 2 وتذاكر عشان وراك درس الساعة 5، هترجع منه الساعة 7 وتروح واحد تاني الساعة 8 وترجع الساعة 10 فتنام، تصحى بدري الساعة 6 تاني من غير أي راحة. طب جرب تعمل حاجة مفيدة في الأجازة وشوف ردود الفعل والضغط عليك مع بداية الدراسة عشان تنهيها وتركز في دراستك. مستحيل إنك تهتم بأي نشاط تاني غير دراستك، ورغم كل ده من وانت في أولى إعدادي هتبقى عارف إنك مهما عملت هتطلع عاطل، واللي في هندسة هيبقى زي اللي معاه معهد سنتين، لكن لازم تتعلم عشان يبقى معاك شهادة وعشان تبقى بني آدم محترم. هتبقى عاطل وفاشل ومعكش فلوس ومش لاقي تتجوز، بس هتبقى محترم. وأهم حاجة تحترم مدرسك اللي هو مش محترم أصلا عشان ده المدرس بتاعك، وعشان انت اتربيت على قفل المعلم يوفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، مع إن المعلم اللي في الجملة دي أكيد ما كانش بيدي دروس خصوصية، وأكيد كان بيحترم الطلاب، ما بيعاملهمش على إنهم غنم. وشلاه يا تعليم. اطلع يا ابني بالتتر.